كرة القدم في فرق بتخسر وفي فرق بتدخل في عقد. منتخب السنغال كل ما يقابل مصر الحكاية بتقف. واحنا هنا مش بنتكلم عن ماتش واحد ولا بطولة واحدة، احنا بنتكلم عن إحساس إن في خصم عارف يدخل دماغك قبل ما يدخل لعبك. العقد الكروية مش بتبدأ من أول خسارة، ولكن بتبدأ من أول خوف. ومن اللحظة دي السنغال ما بقتش منتخب وبس، بقت ذكرى. بمعنى أصح بقت عقدتنا. في كل مواجهة السنغال لعبت بهدوء، مصر لعبت وهي مستنية الغلطة، والمنتخب اللي بيستنى الغلطة من فريق الخصم غالبا هو اللي بيغلط. العامل النفسي مش رفاهية، والفرق بين لاعب واثق ولاعب مستعجل. السنغال مش أقوى فنيا دايما، بس أقوى ذهنيا، وهي دي مشكلة المنتخب الحقيقية. والسؤال هنا مش إمتى مصر تكسب السنغال، السؤال إمتى مصر تلعب من غير ما تشيل الماضي معاها. العقد بتتفك مش بهدف ولكن بعقلية، واللي جاي هيكشف احنا اتعلمنا